انا النهارده جاي وجايب لكم معايا ملحمه حب اترسمت حكايتها على ورقه ناس بتعيش وتموت وتشقى في الحياه عشان تجيبها. ورقه بتعبر ناحيه من رسوماتها على تاريخ شعب كامل عايش على حس التاريخ ده لغايه دلوقتي. ورقه لسه في قيمتها غالية. الملحمة اللوزعية دي كتبها شخصين بيمثلوا جزء من حضارة بدأ انتشارها بالكتابة على مكاتب وديسكات الجامعة واحتضان المعابد الأثرية والمعابد الفرعونية، من أول الهرم لكل تمثال فيك يا مصر ما ترحمش، من عبارات الحب الولهان وبحبك يا أحمد وموت فيك يا سوسن، السايب بيحب رحاب ومستر لوفا فور ايفر، زي الموضوع اللي عمر الشريف مهري في التلفزيون عمال يقول عليه. سيد ورحاب اتنين بيحبوا بعض، داقت بيهم الدنيا بكل احتضان البلد بتماثيلها بأثارها، ومسكوا في ورقة ب50 قرش تعبانة وطالع عين أبوها وبدأوا ملحمة حبهم عليها. سيد حب يبين الابداع الفني عنده والحس بالاشياء وبدا يعمل خطوط متداخله بالرسم على الورقه الغلبانه ام 50 قرش اللي خلاص قربت تتلغي وبدلوها بواحده فضه، وده ان دل فيدل على ان الشعب المصري عايش بمقوله واحده بس: اقرع ونزهي. يقول لك مفيش فلوس والشباب مقضيها رسم على شويه الورق بتاع ال50 قرش والجنيه اللي فاضلين عندنا اللي خلاص قربوا يتلغوا. وبالرجوع الى الدوافع التي خلت الاستاذ سيد ان هو يرسم على هذه الورقه ام 50 قرش، وبالدوافع برضه اللي خلته يرسم الملحمه الفظيعه دي على ال50 قرش بتاعته مع رحاب، شوف الرسم الموضح في الورقه انه حاسس ان ممكن يكون في ألفة او يمكن يكون في وجه قرابه ما بينه وبين الملك رمسيس اللي مرسوم على ورقه ال50 قرش، بدليل انه قاعد يشخبط قصدي يرسم على التمثال بخطوط ثابته متداخله معقده توحي في مضمونها بالعظمه والهيبه. والمعاناه بقى مش المعنى في بطن الشاعر، الادهى من كده انه رسم جنب تمثال الملك رمسيس الثاني رسمه توحي في مضمونها بواحده من اهم صور الحرب، وهي عباره عن ان الملك واقف كده اهو ومعاه المقاشه قصدي الحربه بالحصان اللي عنده 3 بتاعات في دماغه وعامل كده اهو. قال لك بقى اصلهم نسيوا يزودوا رسمه الملك رمسيس الثاني وهو واقف على الحصان وعامل كده اهو وعامل ديريجن فانا هسيبها لهم. وطبعا بما ان الشعب المصري اللغه الاولى اللي عنده الانجليزي، الباشا بقى قال لك لازم اعمل ميكس ما بين الحاضر والمستقبل، وراح مزود لوفا LOVA. والله اعلم يمكن تكون لوفر لان في ار مش باينه، ودي مشكله الواد شاجي اللي بوظت عقول الشباب كلها وقلبت الكلام الانجليزي كله اكتر ما كان بايظ، خلت كلمه لافر لوفا. Mr. Lover I'm Mr. Lover girl. لا احرق بومباستيك على شاجي، كانت ناقص اصلها. اللي لازم من كده ان سيد رسم كمان الماضي الاليم بتاع الحرب العالميه الاولى وحط علامه النازيه. ويا عالم هل هو يقصد النازيه ولا يمكن هو من اصل روسي بيمثل الاتحاد السوفيتي في ازهى عصوره؟ يلا ما هي باظت اصلها، الله يخرب بيت التعليم المجاني. وفي الاخر انهى الملحمه بالرجوع والتوبه الى الله بلا اله الا الله محمد رسول الله. يا سيدي رسالة أخيرة أحب أوجهها للأستاذ سيد، أنت كارثة بس أبوس إيدك يا شيخ، سيب الفلوس في حالها، ده الضرب في الميت حرام. ربنا يوفقك أنت ورحاب وكل الشباب اللي زيكم يا ابني. روح يا شيخ. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic, touch me on me back, she says I'm Mr. Rowe.